اقوى سلاح في ايد هو الاعلام. طبعا دي حاجه كلنا عارفينها، بس اللي انتوا ما تعرفوهوش ان العماره جزء من الاعلام. وخلينا اشرح لكم. المبنى اللي قدامكم ده هو المتحف في برلين. المعماري دانيال ليبسكيند لما صممه كان كل هدفه انه يحكي معاناه في فترة الحكم النازي. علشان كده لما صمم الكتلة عملها بحيث تكون تجريد لنجمة داوود، وعمل على الواجهة شبابيك بالطول شبه الندوب أو آثار التعذيب، علشان تفكر أي حد بيشوفها بالتعذيب اللي حصل لليهود على إيد هتلر. كمان هنلاقيه صمم وشوش من الحديد بتصرخ وحطها في الممرات علشان الناس تدوس عليها وهي ماشية، وساعتها يفتكروا جثث الأطفال اللي كانت بتترمى في الشارع والناس بتدوس عليها. حتى مبنى الهولوكوست هنلاقيه صمم واحد زيه بالظبط في المتحف علشان يعيش الزوار تجربة مشابهة، وطبعا حاجات تانية كتير علشان في الاخر يخرجوا من المتحف متعاطفين تماما واللي حصل لهم. تفتكروا بقى احنا محتاجين كام متحف علشان نحكي معاناة اهل فلسطين في ال80 سنة اللي فاتوا؟